السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع. فيديو جديد غادي نتكلموا فيه على أبرز الأحداث اللي وقعت على منصات التيك توك، واللي من أهمها أن البعض تجرأ على علم المغرب وقام بتغيير خلفيته من حمراء إلى بيضاء، والنجمة الخضراء تحولت إلى زرقاء. هذا التصرف الصبياني اللي نشوفه أنا يعني لا عقلاني ولا يشرف المغاربة الأحرار الخصوص، أنهم يتلاعبون بالعالم بهذه الطريقة، وهو من مقدسات المغرب وعلينا احترامه وعلينا عدم التلاعب به. باش نتصرفوا بهذه التفاهة وهذه الجرأة والوقاحة، أنا نشوف أنه تجاوز يجب المحاسبة فيه. هذا هو المنطق وهذا هو الواقع وهذا هو اللي خصنا نورمالمون يكون. كاين قوانين. أنا درت السؤال أو العنوان: هل التلاعب بعلم المغرب لا يعاقب عليه القانون؟ وجاءني الجواب من خلال منصة الأخت فدوى، منصة بنت الجبل والصحراء. المهم كاين واحد المذكرة اللي مكتوب فيها: الفصل الثاني من 267 يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20,000 إلى 200,000 درهم كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية. الفصل 3 267 يعاقب بغرامة من 50,000 إلى 500,000 درهم كل استعمال لعلم المملكة في أي علامة مسجلة أو غير مسجلة دون ترخيص من الإدارة، وكذا حيازة منتوجات كيفما كان. المهم البقية ديال المنشور لا تعنينا، ما يعنينا ما قرأته عليكم. صراحة القانون واضح. التلاعب بعلم المغرب حاجة فيها تجاوز وفيها جريمة يعاقب عليها القانون، والقانون واضح في هذه المسألة. هذه المسألة تكلمنا عليها في منصة فدوى، منصة بنت الجبل والصحراء، اللي كان حاضر فيها ياسر وودنون والحاج شاكير. كاين كثير من الشخصيات اللي كانوا حاضرين وتكلمنا في هذه الأمور. أنا صراحة ما كنتش عارفة هذه المسألة حتى وضحوها للإخوان والأخوات، وعطيت رأيي أنهم حتى فكرة العلم الأبيض، يعني الإشارة بالراية البيضاء، كيكون فيها علامة ديال الاستسلام وديال الانهزام وديال الانبطاح، ما يكونش فيها علامة ديال الشموخ ولا يعني الانتصار، أو لها معنى يعني سياسي أو حربي، أو يعني فكرة سخيفة وتدل على سخافة أصحابها مع الأسف الشديد. هاد الأمور يعني صراحة تجاوزت الحدود المعقولة وتجاوزت حدود المقبول، ولينا في واحد الصراعات اللي يعني تتكرر بطريقة سخيفة. ما فهمتش أنا هاد الناس فين باغيين يوصلوا بهاد الأفكار ديالهم. نتمنى أنهم يراجعوا أنفسهم ويحاولوا يغيروا من هاد الأفكار المريضة اللي ولاو عايشين فيها، وللأسف يعني يحشرون نفسهم في الزاوية أكثر وأكثر، ويثبتون مع الوقت أنهم غير صالحين لأن نتعامل معهم بطريقة عقلانية. يجب أن يحاسبوا قانونيا على ما أظن. الشوارعي، وبغيت حياتكم قصة عشق لا تنتهي. الشوارعي كالعادة على منصته يجبد مواضيع المغرب الجزائر، المغرب الجزائر، المغرب الجزائر، الملوك المغاربة مخلى ما قال فيهم، بحضور المغاربة مع الأسف الشديد اللي تجاوزوا، يعني سمعوا تجاوزات خطيرة وهما باش يردوا عليها أو يوقفوا عند حده أو ينسحبوا من تلك المنصة. لا، جالس تما يعطيهم في الأوامر ويسكت هذا ويقول هذا تكلم، وإلا قال له شي معلومة قول له هذه أصلا سمعناها وغير هذا، ما في معلومات تانية كلمنا ما احنا ما سمعنا هذه. يعني بحال يتعامل بواحد السخف وبواحد التحقير للمغاربة، وهما في نفس الوقت يعني في بلاصة ما
يواجهوه بالكلمة ويوقفوه عند حده او ينسحبوا من تلك المنصة، لا جالسين. ما عرفتش علاش صراحة. هاد الشي كيدل على ان خصوم المملكة في لايف واحد يثيرون تساؤلات المتابعين فعلا. يعني انا وغيري نتساءل ما هو الهدف من اجتماعهم في تلك المنصة. يعني المنصة اللي تضرب في التوابيت ديال البلد ديالك، علاش جالس فيها؟ واش غادي تغير فيها؟ الشخص أصبح معروف مكشوف، الكل يتكلم عنه، القاصي والداني يعرفوه، يعرف خلفيته، يعرف أبعاده، يعرف ما يريد من هذه الأمور، يعني من هذه المنصة، واش باغي فين باغي يوصل وتحت أي أجندة يخدم. يعني ما بلا ما نزيدو حنايا نديرو راسنا ما فاهمينش ونتغابوا. بالإضافة إلى أن الشوارعي واجترار المواضيع المحروقة، فعلا هذه القضية رانا نشوفوها في منصته باستمرار. يعني ولا يكرر نفس المواضيع، ولا شي موضوع يعني شاف فيه أنه ممكن يعني يحاول يأذي به طرف أو آخر، مثلا المغاربة أو الجزائريين، كتلقاه يعني فرحان أنه تمكن من إيجاد شيء يعني يصيب به طرف ضد الآخر باش يزيد يطلع المنصة ديالو الاسترزاقية. يعني القضية أصبحت فيها كثير من الأمور اللي كشفها لنا أصلا ياسر صراحة. نتكلم على هذه المسألة في منصته وفي منصات أخرى، وأثبت بالدلائل أنه المنصات اللي ما كتبقاش تجيب له أموال، ما تجيبلوش دخل مادي، يخرج منها ويتركها جانبا ويفتح منصات أخرى بأسماء أخرى اللي يحاول أنه يستفيد منها ماديا، وينزل فيها الفيديوهات اللي تكون يعني فيها واحد العناوين مثيرة للجدل باش يستقطب الناس يتفرجوا في الفيديوهات ديالو باش يدخل منها شي صريف. هذه هي حقيقة أسعد الشرعي. لهذا نتمنى من المغاربة إذا كانوا فعلا أحرار اللي يتواجدوا على المنصة أنهم يراجعون أنفسهم، إما أن يواجهوه ويكونوا قد المسؤولية ويكونوا قد المكانة اللي كانت عند ياسر والآخرين الإخوة الآخرين الرأي المغربي وغيرهم كانوا مشرفين في هذه المنصة. نتمنى أنهم هم أيضا يراجعون أنفسهم ويحاولوا يعطيوا الواجهة المشرفة للمغاربة. احنا ماشي ضد أنك تمشي لك المنصة، ولكن احنا ضد أنك تكون منبطح وأنك تكون مستسلم وأنك تخليه يمرر بعض المغالطات وانت ساكت صمون بكم لا يعقلون. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. نتمنى ان تفاعلكم مع الفيديوهات، لان انا المجهود اللي كنديرو راني كنديرو من اجل انه نوعيو الراي العام المغربي ونوضحوا واحد المغالطات اللي كتتم يعني بشكل او باخر. انا كتواجدي على منصه تيك توك كنحاول نعطيكم بعض المعلومات اللي كنجيبها منا ومنا، بالإضافة إلى أنه هاد القناة اللي راكم تشوفوا فيها راكم أكيد متأكدين 100% أنكم تشاهدون فيديوهات بدون إعلانات. يعني المسألة عندي مجرد محاولة لتقديم الفكرة والمعلومة بدون هدف مادي، وحتى إذا كان هدف مادي فهو لن يكون بدرجة التي يعني يحققها الآخرون الذين يتاجرون بالوطن، خصوصا أسعد الشرعي. يعني واحد أجنبي يتاجر بوطنك، يعني يستنزف مقدرات بلدك بطريقة أو بأخرى، سواء بلباسنا التقليدي أو بملوكنا أو بتاريخنا أو بعاداتنا أو بأي شيء يخص المغرب، تلقاو كيدخل فيه ويدخل نفو فيه، يحشر أنفو فيه ويتكلم عليه. علاش؟ واش هاد الشي كامل محبة في المغرب؟ أبدا، ولن يكون، لأن اللي ما عندوش الخير في وطنه وفي أهله لن يكون له خير في أوطان الآخرين. وختامها مسك. هذه هي المعلومة اللي خاصكم توصلوا ليها، وخاصكم تحاولوا أنكم توعوا وتفهموا ما بين السطور يا الإخوان والأخوات. وتحياتي للجميع وشكرا.